طالعة من بيتها زي كل يوم، لقيت واحد بيجري وراها ومعاه مية نار عايز يرشها على وشها. ده اللي حصل مع إلهام شاهين، مش في فيلم ولا مسلسل، دي حكاية حقيقية تفاصيلها صعبة جدا جدا، والسبب جوازة سرية. الحكاية بدأت سنة 1996، يعني من 27 سنة، وكانت وقتها إلهام في عز جمالها وأنوثتها، وكمان كانت فنانة ناجحة جدا وقتها. وكل ده كان كافي إنه يخلي رجل الأعمال اللبناني الملياردير عزت قدورة إنه يقع في حبها ويجري وراها في كل حتة. كل ما تروح مكان تلاقيه في وشها وعايز يعزمها على العشاء، وحاول بكل الطرق إنه يقرب منها ويبهرها. وقتها إلهام ما كانتش متحمسة قوي للارتباط بيه، بس هو قال لها أنا عايزك ومتمسك بيكي ولازم أتجوزك. إلهام قررت تحط شرط غريب وتصعبها عليه، وقالت له بس العصمة هتكون في إيدي. ورغم إن عزت كان راجل شخصيته قوية جدا، بس هو وافق على شرطها بكل سهولة. مش بس كده، ده يقال إنه اداها مهر 4 مليون جنيه، وده كان رقم ضخم جدا جدا وقتها. بس عزت كان له طلب وحيد، وهو إن الإعلام ما يعرفش حاجة عن الجوازة دي، وقال لها قولي لأهلك وصحابك بس. وكمان قال لها هنعلن بس مش دلوقتي، عشان بنتي هتتجوز قريب ومش عايزة تزعل مني لما تعرف إني اتجوزت. إلهام وافقت على طلبه واقتنعت بكلامه، وقالت مش عيب إنه يحافظ على مشاعر بنته. وبصراحة عاشت معاه أجمل وأحلى سنة في حياتها. دي كانت بتقول لأصحابها ده طلع رومانسي جدا جدا وبيعمل لي كل اللي أنا عايزاه. بس فجأة إلهام تعبت وسافرت عشان تتعالج، وفي الفترة دي عزت ما كانش جنبها ومحبش يكون معاها، ومن الآخر كده كان خايف الإعلام والصحافة يعرفوا إنهم متجوزين. في اللحظة دي حست إلهام بعدم الأمان والخوف، ولما حالتها الصحية استقرت رجعت وقالت له هي كلمة واحدة، يا نعلن جوازنا يا هطلق نفسي منك لأن العصمة في إيدي. إلهام سابت عزت يفكر براحته، يوم يومين أسبوع ما ردش عليها، وده زعلها جدا لحد ما قررت تمشي في إجراءات الطلاق، وفعلا طلقت نفسها منه. مش بس كده، دي كلمته في التليفون وقالت له أنا طلقتك. وقتها عزت اتعصب جدا جدا وحس إن رجولته اتهانت، وقال لها مش أنا اللي يحصل معايا كده، إحنا هنتجوز تاني وأنا اللي هطلقك. إلهام اتعصبت أكتر وقالت له انسى إنك تشوف وشي تاني. وفي اللحظة دي قرر عزت إنه ينتقم منها، واتفق مع سواق العيلة إنه يستنى إلهام تحت بيتها ويرش على وشها مية نار. وفعلا عمل كده، بس الخطة فشلت ونجحت إلهام إن هي تصرخ، وده قبل وقوع الحادثة. ووقتها الناس اتلمت على السواق واتقبض عليه واتحبس 5 سنين. وقال السواق إن عزت هو اللي قاله يعمل كده. الغريب بقى إن إلهام طلعت في برنامج وقالت أنا سامحته ومش زعلانة منه لأنه عمل كده من كتر ما كان بيحبني. قولولنا بقى في التعليقات إيه رأيكم في رد فعل إلهام شاهين.